بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نسألك رفع البلاء. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهالينا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، واحفظنا ممن نخافه ونحذر، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لطفك بأمة محمد أجمعين اشتد علينا البلاء وزادت الفتن. اللهم نصرك القريب يا سميع يا مجيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي في الله، أرحب بكم وبكل مشترك جديد في قناة إبداعات وأفكار مع حنان. أحبابي، اليوم جبت لكم فكرة جديدة نتمنى تنال إعجابكم، وكالعادة أتمنى من كل من شاهد الفيديو بالضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب ليصلكم كل جديد باش تكبر القناة وتكون المزيد من الأفكار والأعمال بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله. كالعادة نحتاج غيره، نحتاج مقص، نحتاج هذا الخيط اللي يشبه خيط سوتاج لكن رقيق عليه شويه مثل اللي استعملته في الفيديو السابق. راح نحتاج ورق الفوم. انا هنا خيرت 3 الوان، خيرت بني برتقالي واصفر. كاين اخت سقساتني على ورق الفوم وين تقدر تلقاه، نقولك تقدري تلقاه في المكتبات وين يبيعوا الادوات المدرسيه، وخيري الالوان اللي حبيتي. راح نحتاج انبوب، انا استعملت هذا. الان نجيب ورق الفوم نتاعي اللي راني مسطره فيه مربعات طول الضلع نتاعهم 1.5 سنتيم كما راكم تلاحظوا بالشكل هذا هكذا. كما راكم تشوفون نتمنى يكون واضح بالشكل هذا. هنا عندي دائرتين القطر نتاعهم 2.5 سنتيم، راني معلمه عليهم علامه زائد، والمربعات نتاعي علامه اكس. راح نحطها لكم صوره باش تكون واضحه. وعندي شريطين العرض نتاعهم 1 سنتيم والطول نتاعهم 15 سنتيم. الان نجيب المقص نتاعي، راح نقص المربعات نتاعي بالشكل هذا حتى اللي نكملهم كامل هكذا بالشكل هذا. نمقصهم كما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما قصيت كامل المربعات نتاعي راح نحط لكم الصوره كيفاش علمت على المربعات نتاعي بعلامه اكس بالشكل هذا كما راكم تشوفوا هكذا. الان هنا احتاجيت 16 مربع بني و24 مربع برتقالي و16 مربع اصفر. الشرائط نتاعي والدائرتين. الان نجيب الانبوب نتاعي راح نقص منه 5 سنتيم، لكن هنا انا وقعت في خطا نتمنى ما توقعوش فيه نتوما. انا هنا مقصت الانبوب نتاعي عاد درت الشريط عليه، لكن نتوما دوروا الشريط نتاعكم من بعد عاد قصوا الانبوب هكذا بالشكل هذا. الان راح نجيب الدائرتين نتاعي، راح نحط في الوسط نتاعهم الغيره، وراح نلصق الانبوب نتاعي بالشكل هذا هكذا بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا باش نتحصلوا على هذا الشكل. الان نجيب المربعات نتاعي راح ندير فيهم الغيره بالشكل هذا. جبت مربع برتقالي ومربعين من اللون البني وراني نلصق بالشكل هذا. من بعد نزيد مربعين برتقالي، والآخر مربعين باللون الأصفر كما راكم تشوفوا بالطريقة هذه كما راكم تلاحظوا. نبقى نلصق على الشكل هذا حتى نكمل المربعات كامل نتاوعي. انا هنا استعملت ورق الفوم اللاصق، لكن اذا كان ورق الفوم غير لاصق يكون احسن في الشكل هذا كما راكم تشوفوا حتى نكمل كامل المربعات بالطريقة هذه كما راكم تلاحظوا هكذا. نلصق فيهم على هذا الشكل. الان بعد ما كملتهم كامل المربعات نتاعي هنا يبقاو لي زوج باللون البني، راح نوريكم واش راح ندير بهم. راح نقسمهم على 4 بالشكل هذا كما راكم تلاحظوا هكذا الطريقه هذه.
الان راح نفتح المربعات نتاعي، راح نلصقهم هنا في المنتصف باش نزين بيهم هاد الشرائط اللي تحصلت عليهم الطريقه هذه كما راكم تشوفوا. نتمنى الطريقه تكون عندكم واضحه. هنا لما تجيبوا المسطره وتعبروا هاد الاطوال نتاعكم راح تلقاو فيهم 8 سنتيم باش يكونوا كامل متساويين بقيس واحد بالشكل هذا. راح نفتح المربع الاخير انا نتاعي هنا، راح نجيب الغيره راح نحطو هكذا ونلصقو من المنتصف للمنتصف، يعني من منتصف الدائرة الأولى لمنتصف الدائرة الثانية بالشكل هذا كما راكم تلاحظوا. نتمنى الطريقة تكون واضحة. هكذا راح نزيد معكم الشكل هذا هكذا كما راكم تشوفوا. نعاود نفتح بالشكل هذا ونلصقهم هكذا بالطريقة هذه كما راكم تلاحظوا. راح نزيد معكم الشكل هذا هكذا، راح نزيد هذه بالشكل هذا، نعاود نفتح المربع نتاعي نعاود نلصق ونثبتو بالشكل هذا هكذا كما راكم تشوفوا. راح نزيد معاكم وحده باش الطريقه نتاعي تكون واضحه هكذا حتى اللي خلصتهم كامل. الان هادو الاربعه اللي بقاو لي راح نعاود نلصقهم بشكل معاكس عليهم هكذا بالشكل هذا. دائما المربع الاخير نفتحه ونلصقه بالغيره باش يتثبت لي جيدا الطريقه هذه حتى اللي نكملهم كامل بالشكل هذا هكذا. نتمنى الطريقه تكون واضحه هكذا كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه هكذا. الان راح نعاود ندور عليهم كامل ونلصقهم بنفس الطريقه اللي لصقت بهم الاوائل لكن بشكل معاكس بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا. نتمنى طريقه الشرح تكون واضحه هكذا كما راكم تشوفوا حتى اللي نكملها نتحصل على الشكل البيضاوي نتاعي. الان نجيب الخيط نتاعي راح نقصه بالشكل هذا كما راكم تشوفوا وراح نطويه على 2 بالطريقه هذه كما راكم تلاحظوا هكذا. ونجيب الشريط نتاعي وراح نلصقه بالشكل هذا عليه ونثبتو بالغيره هكذا كما راكم تشوفوا. راح نجيب الغيره نتاعي وراح نثبتو هكذا ونبقى ندور فيه وندير الغيره نتاعي حتى لين نتحصل على سمك الدائره اللي راني حبتها انا بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا هكذا كما راكم تلاحظوا الطريقه هذه هكذا ونقص الزائد اللي عندي. الان ندير الغيره ونلصقه في منتصف الشكل البيضاوي نتاعي بالشكل هذا. الان الشكل نتاعي راهو جاهز كما راكم تشوفوا. نتمنى ينال اعجابكم وفي الختام نقول لكم اكثر من الاستغفار لعل الله عز وجل يرفع عنا البلاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.